أنا صح باعرفه، بس باعرفه عن طريق طليقي قبل ما يدخل السجن، حتى باعرف زوجته، يعني في بيننا هيك يعني طلعات وخرجات مع بعض وبنعرف بعض. آمم، أنا ما استغربت الصراحة، قُلت يمكن في شي بينهم وبين بعض. المهم، فقُلت له إيه أنا باعرفه. بعدها بكام ساعة رجع اتصل بيّا مرة ثانية وقال لي حيكلموكِ أشخاص، وحيجيكِ اتصال من أشخاص تبعي حيسلموكِ مبلغ من المال. قُلت له تمام ماشي. بالفعل بعد ساعة أو ساعتين ما أتذكر يعني إجاني اتصال، أول اتصال من واحد آسيوي الجنسية، من أرقام private number، من أرقام غريبة، مش أرقام بحرينية بالمرة أو خليجية. تواصل معاي وسلمني مبلغ 200,000 دينار بحريني، أي ما يعادل 550,000 دولار. وبعدها بكم ساعة صار نفس الموضوع، اتصل بي شخص تاني غير عن الشخص الأول.